قضية مروة بوغاشيش، الطفلة اللي عندها 13 سنة اللي اتهموها في شرفها، وهي في الواقع كانت جثة ومرمية في غابة. السلام عليكم، مرحبا بكم في قضية جديدة. والقضية ديال اليوم غتدينا لدولة الجزائر. هاد القضية اللي هزت الرأي العام الجزائري وحتى العالم العربي. غنهضروا على الاختفاء ديال الطفلة مروة بوغاشيش اللي اختفت في ظروف غامضة، ووالديها كانوا غير حماقوا عليها بالتقلاب. ولكن للاسف النهايه ما كانتش مزيانه وما لقاوها حتى فات الفوت. بلا ما نطول عليكم كتر، يلا نبداو القصه ديال مروه بوغاشيش. الاحداث كتبدا نهار الخميس 22 ماي 2025 في حي الزياديه بمدينه قسنطينه. وكيف ما العاده، كل صباح مروه بوغاشيش اللي عندها 13 سنه كتخرج من دارهم وكتمشي لمدرستها. وفي هذا النهار كان عندها اخر امتحان غدوزو، وفعلا مشات لمدرستها ودوزات الامتحان ديالها. وملي سالات الفصل خرجت من المدرسه هي وصحاباتها كيف ما مولفين عاديين جايين مع الطريق. ولكن اللي ماشي عادي ان مروه ما جاتش لدارهم عكس صحاباتها اللي كلهم مشاو لديورهم. الام ديال مروه شافت بنتها تعطلات، ولكن ما دات ما جابت، قالت ربما بقات معطله غير مع صحاباتها. ولكن ملي دازت ساعه، جوج السوايع، ثلاثه السوايع، هنا الام بدا كيدخل معاها الخوف، حيت بنتها ما مولفاش كتعطل هذا الشيء كامل. الام اتصلت بالاب وقالت له بان راه مروه باقي ما رجعت من المدرسه لحد الان. الوالدين ديال مروه خرجوا كيقلبوا عليها في الشوارع وعند الجيران وكيسولوا حومه بحومه. ولكن ملي شافوا بدا كيطيح الظلام وبنتهم باقي ما بانتش، هنا مشاو نيشان عند البوليس وداروا بلاغ بالاختفاء ديال بنتهم. الوالدين ما بقاوش قاسم مربعين يديهم، خرجوا الزنقه وطلبوا من الجيران والعائله باش يقلبوا معاهم على بنتهم. وبداو كينشروا الصور ديالها في كل بلاصه وحتى على الفيسبوك داروا منشورات. البوليس بدورهم حتى هما شكلوا واحد الفرقه خاصه واستعنوا بالكلاب المدربه وبداو البحث على مروه، وحطوا حتى واحد الرقم خاص اللي عنده اي معلومات على مروه يتصل بهم. دازت سيمانه وباقي مروه ما بانش ليها الاثار، والشعب الجزائري كلهم على أعصابهم وعندهم علامة استفهام. كل شي كيقول فين مشات مروة. الوالدين ديال مروة كانوا مخلوعين على بنتهم بزاف وما عارفينش فين مشات او لا شنو وقع ليها. واللي زاد كمل عليهم هي ان بعض شي ناس خرجوا شائعات على مروة، وكل واحد شنو بدا كيقول. كما كيقولوا ديك المثال، فاش كطيح البقره كيكسروا الجناوه. كاينين شي وحدين قالوا بانها هربات مع شي واحد كتعرفوا، وكاين شي وحدين قالوا بانها هربات بسبب مشكل عائلي. واللي كملها وجملها هو واحد اليوتيوبر اللي خرج كيضرب في الشرف ديال مروه، مع ان البنت باقا صغيره يلا عندها 13 سنه. وبدا كيقول عليها انها هربات مع صاحبها، وهاد صاحبها من العائله ديالهم، ووالديها عارفينها هربات معاه وراهم على تواصل معاها، يعني هي كتهضر معاهم والديها كيهضروا معاها. وهاد الهضره كامله اللي كان كيقول ما عنده حتى شي دليل عليها. تخيلوا معايا الوالدين ما حيلتهم الصدمه ديال بنتهم اللي غابره، وزيد عليها الناس كملوا عليهم وكيخرجوا هضره قبيحه على بنتهم. هاد اليوتيوبر ما وقفش غير هنا وشوه غير الصوره ديال البنت فقط، بل داز حتى الاب وقال عليه انه كيتبع فكر شيعي ويقدر يكون هو السبب مورا الاختفاء ديال بنته. يعني تقدروا تقولوا هاد اليوتيوبر وجه واحد التهمه خطيره للاب، وتيقول انه هو اللي غادي يكون مورا اختفاء ديال بنته. دابا هاد السيد ما عنده حتى شي دليل، غير كيهضر وصافي. وما كفاش انه طيح الباطل غير على البنت، بل حتى الاب طيح عليه الباطل، لدرجه ان الناس تيقوه وبداو كيشكوا في الاب وتيقولوا انه ما باينش عليه الحزن على بنته. وبدا كلشي كيهاجم الاب بالسب والقذف، وهذا الشيء كامل بسبب تصريحات هذاك عديم الضمير اللي سميتو اوبرا، اللي كان المتسبب الرئيسي في تشويه الحقائق وخلى الناس كاملين بقاو مركزين غير على الاب. وهكذا كيتسمى بحال الا عاون المجرم الحقيقي وخلاه يخفي الجريمه ديالو وهو مرتاح. وملي بانت الحقيقه، هذا اللي اسمه اوبرا خرج بالاعتذار للعائله، ولكن الاعتذار ديالو بالنسبه لي انا ماشي مقبول، وخاصو يتحاسب على الهضره اللي قالها وهو ما كان عنده حتى شي دليل. المهم نهار 28 يونيو 2025، دابا دازت شهر و6 ايام بالضبط على الاختفاء ديال مروه. وفي هذا النهار واحد الراعي كان كيمشي في غابة جبل الوحش، وهي منطقة صعيبة وجاية خارجة المدينة. واحد الراعي كان ماشي حتى شاف شي حاجة غريبة تحت واحد الشجرة. فاش قرب مزيان باش يتأكد بانت له جثة متحللة وما باينش الوجه ديالها،
والاطراف ديال هذيك الجثه كانوا مقطعين. الراعي مباشره اتصل بالشرطه اللي حضروا في البلاصه ومعهم الشرطه العلميه، وملي وصلوا عناصر الشرطه فالجثه اللي لقاوها كانت متحلله بزاف وما قدروش يتعرفوا عليها، ولكن الحوايج ديالها كانوا كافيين باش يزرعوا الرعب، لان ديك الحوايج كانوا باينين ديال مروه لان كانت لابساهم نهار اللي اختفات. ولكن ضروري خاصهم يتاكدوا، فالطب الشرعي غياخد عينه من الجثه وغيطبقوها مع عينه الحمض النووي ديال الوالدين ديال مروه، والتحاليل اكدت فعلا بان هذيك الجثه اللي تلقات في غابه الوحش هي الطفله مروه بوغاشيش. وبلا ما نقول لكم على ردة الفعل ديال الوالدين، وخصوصا الام اللي سمعت الخبر فقدت السيطره على راسها وشدت الصوره ديال بنتها وبكات بحرقه. الام كانت عندها امل ان بنتها ترجع سالمه غانمه، ولكن قدر الله ما شاء فعل. الاب ديالها قال جمله وحده: مروه تقتلات وخاص القاتل يخلص. من بعد ما تعرفوا على الجثه وتاكدوا انها ديال مروه بوغاشيش، كملوا الاجراءات ديالهم وسلموا الجثه للوالدين ديالها باش يدفنوها. جنازه ديال مروه ما كانش عاديه، جنازه اللي كانت كبيره بزاف واللي حضروا لها الصغير والكبير، وحضروا فيها مسؤولين كبار وكل شيء قدم التعازي للاب المكلوم. كاع الناس كانوا حزنانين وحتى حنا بدورنا حزننا بزاف على الموت ديال مروه، خصوصا الطريقه باش تلقات فيها. المهم هاد القضيه باقه في التحقيقات، ومع ذلك خرجوا بزاف ديال الروايات، وكل روايه اشنو كتقول. الروايه الاولى كتقول ان الجيران اللي ساكنين حدا مروه واللي عندهم حانوت ديال المواد الغذائيه تيقولوا ان مروه دخلت للحانوت باش تشري قرعه ديال الماء ومن تماك اختفات. البوليس ملي كانوا كيديروا الابحاث ديالهم جاو عند مول الحانوت وقالوا له بغينا نشوفوا كاميرات المراقبه. مول الحانوت رفض وقال لهم ما عندكمش تصريح رسمي باش نوريكم كاميرات المراقبه. البوليس استغربوا وبقاو متفاجئين انهم ما خلاهمش يشوفوا كاميرات المراقبه، وهنا زادوا شكوا فيه وقالوا هذا من تحت راسو شي حاجه، فاعتقلوه وبداو كيحققوا معاه. وفي الاخير اعترف ليهم انه استدرج مروه بمساعده الاخت ديالو وداوها حطوها في واحد الدار ديالهم اللي كانت مهجوره، وقال لهم مروه بقات في ديك الدار لمده ديال 15 يوم، وربطنا لها يديها ورجليها وحتى فمها باش ما تغوتش، خليتها في هذيك الدار تماك وقليل فاش كنت كندير لها تاكل، يعني كان كيخلي البنت بالجوع. البوليس قالوا له علاش درتي هذا الشيء كامل؟ قال لهم حيت كانت بيني وبين والديها عداوه وبغيت ننتقم منهم في بنتهم. وقال لهم نهار 6 يونيو 2025 اللي هو يوم العيد الاضحى استغل الفرصه وقرر انه يصفيها لها في هذاك النهار، لان هذاك النهار كيكون يوم الذبيحه وكل شيء كيكون مشغول وكل شيء كيكون كيذبح الاضحيه ديالو، فكيكون الدم في الزنقه وكيكون حتى الادوات ديال الذبيحه كل شيء كيكون موجود، المنشار الموس، يعني هذا الشيء كيكون عادي في هذاك النهار. يعني وحتى فاش يبغي يخرجها من الدار غيحطها في الخنشه وغيخرجها عادي، لان هذاك النهار كلشي كيكون كيتخلص من بقايا ديال الاضحيه، فيعني واخا يشوفوه الناس هاج ديك الميكا ما غيديو ما غادي يجيبو. وديكشي اللي كان ملي تخلص من الجثه دارها في ميكا كبيره وطلع لغابه الوحش وتما كرماها. المهم هذه كتبقى الروايه الاولى. اما الروايه الثانيه فكتقول ان مروه ملي سالت الامتحان ديالها وخرجت من المدرسه وهي راجعه للدار ديالهم هي وصحباتها تيقولوا انها شافوها واقفه مع واحد المراه منقبه، وهاد المراه المنقبه حتى هي استدرجاتها عند خوتها عند العائله ديالها اللي كانوا مشاركين كاملين في الجريمه، وتيقولوا ان هاد العائله هما الجيران ديال مروه، وهاد الناس معروفين بالصداع والمشاكل وحتى انهم كانوا كيديروا ديك الطقوس ديال الشعوذه. وهنا الام ديال مروه ما كانش كيعجبها هاد الشيء هذا اللي كيديروا، ودائما كانت كتدبز معاهم على هاد السلوكيات ديالهم اللي ما كانتش مزيانه في الحومه. اما الروايه الثانيه فكتقول وهادشي اللي خلاهم ينتقموا من الام عن طريق بنتها. اما الروايه الثالثه فكتقول ان كاينين واحد الجيران اللي كانوا ساكنين حتى العائله ديال مروه. المهم هاد القضايا اللي عاودت لكم كاملين فيهم القضيه فيها الجيران، يعني الناس اللي قتلوا مروه كانوا قراب من العائله ديال مروه. هاد العائله كانوا كاملين خدامين في الدعاره، وان الام ديال مروه كانت كتشوف هاد المناظر ما كانش كيعجبها الحال، فالام استعنت بواحد الجاره اللي كانت محاميه ورفعت قضيه على هاد الجيران. ومن بعد الام ديال مروه كسبت القضيه فتسجنوا بعض الافراد من هاد العائله، وهاد العائله بقاو حاقدين على الام. وواحد من هذوك العائله قدر انه يستدرج مروه وقتلها باش ينتقم من الام ديالها. المهم هاد الروايات كاملين اللي خرجوا ما مأكدينش منهم، لان ما كاينش شي مسؤول خرج واكد لينا ان هادشي اللي تقال راه صحيح، ونفس الوقت ما كاينش شي مسؤول اللي خرج ونفى هاد الهضره اللي خرجات. الحاجه الوحيده اللي خرجت مؤكده من عند الدوله هي واحد البيان رسمي خرج من عند وكيل الجمهوريه تيقول هاد البيان ان تم استدراج مروه وخطفها واغتيالها، وبتاريخ 2 يونيو 2025 تم القبض على المجرم الرئيسي اللي اسمه كيبدا بدال سين،
وغادي يكملوا التحقيقات ديالهم حتى يشدوا المتورطين كاملين اللي في هذه القضيه. المهم اللي فهمنا من هذا البيان ان مروه ما قتلهاش شخص واحد، وانما القضيه متورطين فيها اشخاص، ولكن باقي ما خرجش الاسباب الحقيقيه علاش قتلوها. المهم القضيه باقه في التحقيقات وباقي ما خرجوش معلومات صحيحه ديال السبب الحقيقي كيفاش تقتلت مروه وشنو هو السبب. المهم هذه هي المعلومات اللي كانت عندي. مروه الله يرحمها ومالك ان شاء الله في الجنه، والديها الله يعطيهم الصبر على بنتهم.